انا جيت. عصير مكه دخل سوق الاختراعات هو كمان، وزي ما بلبن عمل اختراعات، وزي ما حنفي بسيط عمل اختراعات، هو كمان عمل اختراع. المره دي بقى عمل الصوبيا باطعمه. احنا قلنا هنجيبوا 3 اطعمه مختلفين ونجربهم مع بعض، وقلنا هنشوف راينا فيهم ايه. طيب ال3 اطعمه دول ايه؟ هو كان عنده اطعمه كتير، احنا اكتر 3 اطعمه مطلوبين وقلنا نجربهم مع بعض. صوبيا فراوله، صوبيا مانجا، صوبيا اكلير. ما تسالونيش عمل الاكلير ازاي صوبيا، بس اكيد هنجرب ونشوف. الاطعمه ديت قالوا ان هي حلوه جدا. اسعارهم: صوبيا فراوله 38، صوبيا اكلير 38، صوبيا مانجا 45. دي الاطعمه اللي لقيناها، ودي الاطعمه اللي كانت موجوده، وفي منها اطعمه تانية هنجربها في فيديو جديد، بس قلنا نجرب دول الاول. يلا بينا مع بعض ونجرب اول حاجه صوبيا فراوله. ده لتر كامل، عليها الشعار بتاعه زي ما انتم شايفين، عصير مكه. يلا بينا نجربها مع بعض، نرجها كويس. ريحه الصوبيا مع الفراوله عامله حاجه غريبه كده، خلينا نشوفوها. قطع الفراوله، فيها قطع فراوله، قطع. بسم الله. طعم الصوبيا مش واضح قوي لان كميه الفراوله كبيره جدا. هو حط فراوله، حط فراوله قطع، فقطع الفراوله زي ما انتم شايفين. فقطع الفراوله لما بتتاكل مع الصوبيا ما بتبقاش باينه قوي لان المزازه بتاعت الفراوله بتبان اكتر، لكن طعمها في المجمل حلو جدا. اختراع جديد واول مره اجربه بصراحه، بس يستاهل التجربه. تعال نخش على الطعم اللي بعده. هنجرب المانجا وخلي اكلير للاخر عشان دي هتبقى حاجه مطرقعه ونشوفها هتبقى ايه. يلا بينا نجرب المانجا، نربه كده كويس. صوبيا مع مانجا خرافه بصراحه. الريحه والنقوش ممتازه. بسم الله. برضو طعم المانجا طاغي اكتر من الصوبيا، يعني انا شايف طعم المانجا واضح جدا عن الصوبيا. طعم المانجا حلو قوي، مسكره جامد. بس الصوبيا مانجا، طعم الصوبيا مش واضح فيها خالص بصراحه. يعني انا شايف ان الفراوله كانت طعم الصوبيا فيها واضح اكتر من كده، المانجا طعم الصوبيا مش واضح فيها قوي. فخلينا نجربوا الاكلير بقى مع بعض ونشوف الاختراع الغريب العجيب ده ايه. يلا بينا. صوبيا كلير، مش عارف ازاي صوبيا كلير بس هنشوفه اهو. يلا بينا نرجوها برده كده. ريحه كراميل على شوكولاته على صوبيا، الميكس غريب شويتين. يلا بينا نشوفه. ده خفيف جدا، مش زي المانجا والفراوله. بسم الله. دي بقى واضح ان طعم الصوبيا فيها اكتر، وانا مش عارف هي ليه اسمها صوبيا اكلير رغم ان هي فيها تحسها سن الكراميل، لكن مش مديه على الاكلير. طبعا اللي مش عارفين الاكلير، الاكلير ده بيبقى زي حاجه ساندوتش بيتحشى من جوه كاستر وعليه طبقه شوكولاته من بره. انا مش عارف هو ازاي عاملها وقالها كده يعني، بس هي طعمها صوبيا عادي بس عليها نسبه كراميل خفيفه، ديت اللي واضحه في الطعم يعني. لا انا مش شايف طعم اكلير ولا حاجه، لكن طعم الصوبيا ممتاز. سنه الكراميل عطاها طعم مختلف وطعم حلو قوي، لكن الاكلير ده انا مش واضح خالص. فتقييمنا كده انا شايف بصراحه يعني ان المانجا تتصدر القائمه، لكن طعم المانجا هو اللي طاغي اكتر. طعم الفراوله هنا باين فيها طعم الصوبيا، لكن برضك طعم الفراوله باين اكتر، بس طعم الصوبيا باين هنا. هنا طعم المانجا هو اللي اخد كل حاجه، ففي الغالب طعم الصوبيا مش واضح. هنا بقى طعم الصوبيا واضح لكن مش اكلير، تحس ان هي صوبيا عليها نسبه كراميل خفيفه بس، لكن الطعم في المجمل حلو. اختراعات جديده اول مره نجربها، بس اتمنى ياخد باله من الحاجات اللي احنا قلنا عليها ديت. يعني ديت لو كانت عليها نسبه الصوبيا اعلى شويه كان الموضوع اختلف، اعتقد المانجا بالصوبيا تبقى طعمها حلو. وديت برضه كانت محتاجه نسبه الصوبيا تكون اعلى شويه، او تكون الفراوله مضروبه احسن من كده لان فيها قطع كتير جدا، فبالتالي القطعه وانت بتاكلها ما تبقاش مبينه طعم الصوبيا قوي. فاختراعات كويسه وحلوه جدا. تعالى نجربوا فكره مطرقعه كده شويه، نجربوا نحطوا الثلاثه على بعض، شوف الطعم هيبقى عامل ازاي. الاكلير نحط منه شويه،
نزود شويه. لا نزود شويه كمان عشان ده طعم الصوبيا فيه اكتر. تمام. المانجا. شويه مانجا. مش هنحط مانجا كتير عشان طعم المانجا تقيل. والفراولة. يلا بينا نجرب الخلطة دي هتبقى عاملة ازاي. الفراولة بتجري عشان تقيلة. شايف بقى، مش عارف الطعم ده يبقى عامل ازاي. بسم الله. طب والله يعني فكرة لذيذة وجديدة بصراحة. امم طعمها حلو قوي. أنا أول مرة أجرب ميكس على كده ويطلع بالحلاوة دي بصراحة. طعمه حلو جدا جدا جدا. جربوا العصاير اللي عند مكة لأن أنا بتعجبني عصايرهم جدا بصراحة. ولما تجيبوا بيعملوا الميكس ده. الميكس طلع طعمه حلو قوي. وفي المجمل حركة حلوة من مكة إن هو يعمل عصاير ويخش سوق الاختراعات الجديد جدا. اشوفكم في فيديو جديد وما تنسوش الدعم وتعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا كل حاجة جديدة. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. سلام.